الخيانة اللي قلبت حياتها، والانتقام اللي خلصها. حد بعتهالي وقالي احكي القصة دي، القصة اللي قلبت حياتها كلها وعلمتها ان الانتقام مش بس حق، تحميل النفس. يلا بينا. كانت ست عادية، حياتها شبه اي حد، بيت وشغل واولاد وروتين يومي. كل يوم كانت بتصحى الصبح تشرب قهوتها وتشوف عيالها وهم بيلعبوا حواليها، وتقعد قدام التلفزيون شوية. كل حاجة طبيعية، كانت واثقة في جوزها ثقة 100%. متخيلتش يوم ان حد ممكن يخونها، خصوصا لو حد قريب كده من قلبها. وكانت لها صديقة مقربة جدا، حد كانت بتعتبرها جزء من حياتها، تحكي لها عن كل حاجة، أسرارها وضحكها وهمومها وتفاصيل صغيرة محدش يعرفها غيرها. كل حاجة كانت ماشية عادي لحد اليوم اللي اكتشفت فيه الحقيقة اللي قلبت حياتها كلها. جوزها كان بيخونها مع صاحبتها المقربة. في الأول مصدقتش، حست ان ده حلم، حاجة مستحيلة تحصل. بس العلامات بدأت تبين، رسائل مخفية على الموبايل، مكالمات غريبة بتتكرر في أوقات مش مفهومة، تصرفات غريبة من الجوز وصاحبتها، نظرات، لخبطة واختفاء مفاجئ مع بعض. كل يوم يعدي الحقيقة كانت بتكبر قدام عينيها. اللي كنت فاكراه أمان كان أكبر كذبة. بدأت تحس بالخيانة على كل المستويات، قلبها بيتوجع كل يوم، الثقة راحت حتى مع أقرب الناس ليها. والصدمة الأكبر إنها كانت من صاحبتها، حد كانت بتعتبرها جزء من حياتها، بقت هي اللي سبب في وجعها. كل يوم كان بيعدي كانت بتحس إنها فقدت نص قلبها ونص حياتها ونص أمانها. بس في وسط الألم ظهر شعور غريب، فضلت تقول أنا مش هسيبهم كده، لازم يكون في رد فعل، بس بطريقة ذكية. بدأت تجمع كل الأدلة، صور ورسايل وملاحظات، كل حاجة تثبت الخيانة. قررت تواجههم بطريقة تبين الحقيقة لكل الناس اللي حواليهم. لكن كل خطوة كانت محسوبة، كل رد فعل كان هدفه استرجاع كرامتها بدون ما تنهار. أول مرة قابلت صاحبتها بعد ما اكتشفت كانت متوترة وكلامها متلخبط، عارفة انها خسرت السيطرة. والجوز حاول يبرر، كل كلمة كانت تثبت الخيانة أكتر. واللحظة اللي عرضت فيها كل الأدلة شعور بالانتصار النفسي مش الغضب، شعور انه أخيرا الناس عرفوا الحقيقة. كانت محتارة بين الانتقام والغفران. كل يوم كانت بتفكر، هل احكي كل حاجة للناس ولا هل اسمح لنفسي اعيش حياتي بعيد عنهم. وفي النهاية فهمت حاجة مهمة جدا، الانتقام عنيف هيكسرني انا قبل ما يكسرهم، والغفران مش ضعف، هو حماية للنفس. بدأت تبني حياتها من جديد بعيدة عن كل اللي خانها. بدأت تعرف مين يستحق قربها ومين يبقى بعيد. درس لكل واحد، الخيانة مؤلمة لكنها بتعلمك تحمي نفسك قبل ما تعتمد على حد، تعرف مين يستحق حياتك ومين مجرد ذكرى. احيانا اقوى انتقام انك تعيش حياتك بسعادة بعد الألم. الخيانة ممكن تكسر قلبك، لكن الأذكى هو اللي يعرف يحمي نفسه ويختار حياته بعد الألم. ولو انت تعرضت للخيانة من اقرب الناس ليك هتعمل ايه؟ هتنتقم ولا هتحاول تبني نفسك وحياتك من جديد؟ لو القصة دي حسيتك او عايزة تسمعي قصص مشابهة، اشتركي في القناة عشان حكايات ما بين السطور، قصص واقعية ممكن تحصل لأي حد قبل ما يضيعوا. مع السلامة.